الشهبر. طبعا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. طبعا اليوم التحدي طبخ الاندومي بجميع النكهات، ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو. احبكم كمان. حياتي تشقلنا لايك، اهم شيء تشقلنا لايك وتعليق حلو مثلكم. طبعا هسه الاندومي هذا 3 اندوميات. عندكم هنا الطاسة يعني الطاسات او الطولين. عندكم هنا المعجون، الطماطة، البيض، الليمونات على قولت اختي مريم. وهنا عندكم المدوزي. هم يحبون يستخدمون المدوزي ليمونات بكيفهم حسب هم رابطهم، بس هو نفس الطعم بس هم بعد تعرفوهم يعني يحبون الليمون اكثر شيء من المدوزي. يلا المهم فشنو يا جماعة، كل واحد راح يسوي طريقته الخاصة بالاندومي. مو صحيح؟ صح. فهسه راح نبدي نسلق الاندومي. يس. وهسه راح نحط الاندومي مال مريم. يلا مريم. بسم الله. اوكي عادي لا مو مشكلة، هو ما احترقت اليوم. حطينا هسه راح يستوي. الله. وهسه ماشينا. يلا شنو حطيه على مهلك. عافية بالشطورة. هسه مالي حطيته على النار. هسه كل واحد راح يقلب ماله اندومي. ليتس جو. طبعا احب من اسوي اندومي افتحها هاي من هنا يعني الاندومي فتحه. ما ادري بيها خاله كل ما يجي اندومي. طبعا هي مو حالة بس انا هيك احب يعني كل ما اجي اندومي افتحها، مرات ما افتح مرات افتح بكيفي. وهسه هذا مال مريم. ما تقرقوشه من مرة كامل يعني ما قاسمته قسمين، يعني مو افتحه اقسمه يعني قسمين. لا تفهموا شي غلط. اختي جناوي ورد الحراره والبرد. الله يا ابي الله. شنو راح تسوون نكهات الاندومي مريم؟ نكهتك ما تقوليها يعني خاصة ما تقوليها خاصة يعني بس بيها ليموناطة. بيها ليموناده. وانت شناي؟ خالتش خاصة؟ اي خاصة؟ خاصة. تقوليها؟ لا. تقولي خالتك؟ لا. يلا يا جماعة ما حد راح يقول خالتي. طبعا الحكم تعرفون من الحكم؟ حكم امي ماما. الحكم امنا وراح اشوف الطعم وتقيم. ايه فجايز يعني امي راح تقيم الطعم وما كنت انا اكون اول فايزة. لكن تاني الشام. انتي؟ عشان تتوقع هي تفوز وما تتوقع هي الفايزة، بس احنا هسه ما نعرف يمكن اي حاريتي وجوي. طبعا هسه دا فرن اندومي. فشغله شكو مالكم شو اخباركم واخباركم مريم شناي؟ الحمد لله والشكر. شو اخباركم حبايبي؟ شلونكم شلونك ويا الثاني؟ شلون ويا الاول ابتدائي؟ طبعا اللي ما يعرف شنو راح حس الاول ابتدائي. الحمد لله. ايه طبعا صورت لكم الفيديو من مدرسة لا تنسوا اللايك والاشتراك. الحمد لله شكرا. رحت على الثاني المتوسط. الحمد لله شكرا. سهل يلا زين سهل. سهل الحمد لله. لاعبينها لعب. انجليزي سهل. سهل الحمد لله سهل. طبعا انا اللي ما يعرفني انا رابع علمي. واحنا تجي من انجليزي. ايه عافية. طبعا ما يعرفني انا رابع علمي وان شاء الله ادعوا لي اطلع فامانه. ادعوا لي ان شاء الله ادعوا لي اطلع فاتمنى اطلع فان شاء الله ادعوا لي. وادعوا ما ان شاء الله اطلع وادعوا عشان تطلعوا لي على الصف. فادعوا لنا ان شاء الله مهمات راح ندعي لكم. اقول لك هسه اندومي. ايه شوربه ما اندومي. طبعا مال الشنانة على النار هادية فيعني بعد نار عاليه. ايه عاليه ابويا. بويا 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 بويا. يلا 1 2 3 لا تتمادى. خوزة العباس لا تتمادى. خوزة العباس. طبعا احنا كلش فرحانين يعني صراحة. طبعا تعرفون خل اذكركم شيء. تعرفون لعبة العنق السعودية خسرنا حرامات. انا هسه مقهورة بصراحة. انا كل شيء احب كرة القدم وطبعا العراق خسر امام السعودية. عالي والباقي جوا عالي والبرشا جوا عالي. واحنا هسه
ايه نروح على البصرة. ايه ريال عالي. طبعا حطوا لنا جايز، حطوا لنا شقوا لنا لايك، تعليق حلو، متابعة، اشتراك. اذا مو متابع هو متابع واشتراك نفس الشيء، هو متابع واشتراك نفس الشيء، بس اذا ما يعرف شنو اشتراك دوس متابعة، وما يعرف شنو متابعة دوس اشتراك، هو طبعا نفس الشيء اشتراك. ها اي اكو هيجي دوسوه، حطوا لنا لايك يلا ريت مربع. شد الهمة، ما ظل لنا شيء. وصل ايه وصلنا إيه. بالنسبة لنا نوصل 4000 مشاهدة. 4000 مشاهدة. طبعا جايز شد الهمة، ما بقى لنا شيء ونوصل 4000 مشاهدة. شد الهمة. شد الهمة والله شيء. قرايبكم كلهم جيبوهم. ايه جيبوا كرايكم كله، خلوا كل مشاركة بقناة شناي. العزيزة عيني. ويلي هذا. بويا. طبعا هسه خلينا نسوي الاندام ونرجع لكم. فاللي يقولوني مرة شنو وصفتش انتين، فانا وصفتي بها الليموناطة. فالاندومي انا احبه مايع صدق مايع سلس. وهذا اندومي شراي اختي حلو جنن، فانا احبه مايع. وهسه راح احط لكم المعجون اهم شيء. المعجون هذا هو الليمون. الليمون يعني الليموناطة احط صنعتي كتبة عيني، يعني الليموناطة يعني ليمون هذا العادي. ها وهسه انا حاحط المعجون. بسم الله. افتح المعجون. بسم الله. طعجة الحمد لله. اوكي ناخذ شويه، حبيت اخذ شويه من المعجون وننطلق ونحط. بسم الله. نخلط لحد ما يصير احمر دم شارع موقع دم. كم ساعه تدري. يلا والحين نخلط مكس. هاي يا معودة ذوبي ام الغيرة يا معودة ام الغيرة هذا. وهسه تعالوا طبعا هسه شناء تريد تحط البيض، يعني شلون تسلقه بالنار، فهسه حنحط لها البيض. طبعا هسه الكل يسال وين الاندومي راح، مو نفس كان نفس الجدر. شناء طبعا هي ما ردت غير جدر، قالت خلوه نحط الاندومي بغير ماعون ونجي نحطه بالجدر، بهذا الجدر بيض. ليش؟ السرور يصير الطعم نفس الشيء، يعني البيض يصير بيه طعم اندومي. همين شو رحمتها. وطبعا هسه هاي شنو قصدي مريم. وهسه حاط لكم اللمندوزي. شوفوا مال مريم اللي قاعد اسجلكم اكو خلينا نحط لمندوزي. تحط له لمندوزي. انت متى تحط الليمون هذا؟ اي لمندوزي ليموناده. زين. احنا بالاخير ترى نفس الطعام. حطوا لنا لايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. لمندوزي يا معودين. طبعا شناء ما تريد تسوي اندومي تحط لها مندوزي. قلت لها بنتي يا حياتي مني تستوي هاي البيضه ونرجع نحط لها شلون اندومي نحط عود مندوزي ماشي. طبعا هسه ماني حطت لي مندوزي على الاندومي. خوطي مريم. وطبعا هسه راح اسوي وصفتي السريه. اول شي تجيب الطماطم تقطعها كل زين، اقطعها وارجع لكم. وهسه بهذا الشكل قطعتها. طبعا هاي اقطعها وارجع لكم همات، يعني بعد اسويها صغار. وطبعا هسه قبل ما شايفين قطعت البندوره او الطماطم اذا انت لغه يسموها، المهم قطعتها. وهسه راح احط الزيت بالجدر وادير الطماطم او البندوره. وهسه انا مريم حقصت الليموناده او الليمون، فحقصها وارجع لكم. فهسه قصيتها. هذا الشلف لا احطه يعني فوق يعني الاندومي كزينه، اما هذا حاصره فوقها. فالحين دور اختي سرور. طبعا هسه قاس راح احط الزيت. هاي اعتقد كافي. هاي كافي. يمكن لو كثرت هنا معك كثر على من امي. من ماما. جايز شوفوا هي امي راح انقتل اليوم انقتل. وهسه راح اضيف المندوره او الطماطم. وهسه راح تحط مرم الليموناده على قولتها، او ان هي الليمون اصلا. بس ما ادري شلون جابت هذا. اما هاي راح نبقيها على الزينه فكافيه. اوكي. طبعا هذا اندومي اللي سويته اختي. تعالوا خندوده. هذا سحبوا لك بس بعد الاندومي حاط لي بهارات يا حبيبتي. مو حاط لها.
قال هسه تعالوا ما عليكم شنو طبعا شنو عبال حطينا بهارات فتريدي تجرب، فاحنا هسه ما عليكم بيها ما عليكم بالطويله، فتعالوا هسه نحمس الطماطم المنجوره بالزيت. طبعا هذا مال مريم حطت لي البهارات. لا بعد. طبعا تعالوا شوفوا ترى شويه يعني الماء حيل راح منه. لا حط الماي عاد شوي. اي شويه حطي لها ماي. وطبعا هاي البيضه بعدها تستوي. كلش متحمسه بلكت انا افوز. حطي لي شويه ماي. وارجع لكم هسه شويه وارجع لكم. طبعا قال الشناز زعلانه لان صيحت عليها يا عمري يا حياتي، هو غير انت ما بتسوي تريد تجرب ما مستوي، حتى يعني هو مستوي بس بهارات ما حاطين لها ولا مجهزين الطبق، شو تاكلينه بدون يعني بهارات بدون تجهيز الطبق؟ شلون قولي لي حيا حبي، حتى شطر ما عندك. يلا تزعلين حبي قومي يلا يا عمر هسه ارجع صالحها وارجع عليكم. هسه صالحنا انا وشنان مو صحيح؟ ايه طبعا هذا الاندومي حطيناه انا قلت لكم حطينا الماعون وبالجدر ماله حطينا البيض. طبعا هسه هذا البيض مستوي لو نسويه ما اعتقد مستوي بعد ما مستوي. ها هذه البهارات دي اي صحيح عنده بهارات، هاي البهارات ادوبيها في الحار على قال الشناي. وهسه ورا حمسنا الطماطة راح اضيف لها ماي وارجع لكم. وهسه انا ححط البهارات مريم، فلازم لك احط بهارات. يلا وين نحط البهارات؟ فلفل حار والبهارات؟ لا الفلفل الحار حاطينه شويه. وهسه طيب اوكي. وهسه هذا بطعم شنو؟ طعم شنو؟ ليمونادة. ليمونادة ايه. بس قبل ما تاكلي ميكس نعمل ميكس. وطبعا حطيت له مريم جبن بس ما صورنا ما قدرنا نسوينا، شوف شلون صار ثخين لان حطينا له جبن بطعم الجبن همين. خلينا نشوفه. طيب طعم الجبن طبعا ماما. هسه حاليا عندي شنا يعني الصراحه مو يعني اللي متحيزه لها، يعني احسه بالويا البيض يعني طعم غريب يعني طيب. ايه اطيب شيء. طيب بس شويه حامض. انا يعني انا كلش ما احب الحامض. ايه فيعني لا هم طيب بس يعني عنده الحموضه شويه يعني مبينه زايد. هذا بطعم شنو؟ بطعم الحامض، هو حامض هم حامض يعني ما هذا بطعم معجون. الجبن، هذا بطعم الجبن، هذا بالمعجون. هذا بالمعجون. إيه. يعني انا اقول هذا حامض ومعجون. ايه مختفي ما ادري. بطعم الطماطة. بسم الله. طبعا شوفوا هم طيب. إيه. هذا انطيه 8 من 10 يا معك بدون زعل. بدون زعل. اي 8 من 10. هذا انطيه 9.5 من 10. يعني انا مو يعني انشناي وصغيره وهذا قالت لي لا بس والله الصراحه هذا الاندومي طعم غريب بالطعم البيض والله حسيت نكهه غريبه، فانصحكم سووه بالبيض وشوفوا الطعم لان هذا حسيته اطيب من الجبن واطيب من المعجون. فما عاد اعرف كيفكم. اوكي قاعد هنا نكون انتهى الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم وحبكم كومنت. يلا